السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة الكابوريا، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت تعملوا لايك. طبعا معايا كابوريا انا غسلاها كويس جدا، معايا جزر ومعايا توم مفروم، معايا 4 فصوص توم مفروم، معايا جزرايه ومعايا بصلايه مقطعاها مكعبات بالشكل ده، ومعايا طماطمايه. دلوقتي بقى انا هقول لكم هعمل ايه. طبعا انا دلوقتي حطيت حله على النار، دلوقتي بقى هنزل بيها. اول حاجه هنزل بالكابوريا بتاعتي بالشكل ده، بسم الله كده. وبعد كده هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه مكعبات، وهنزل بفصين الثوم، وهحط الجزرايه كله على بعضه كده، واحط الطماطم وهقلبهم في بعض. زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى احط البهارات بتاعتي، ورق لورا، واحط شويه كمون، بعد كده احط شويه فلفل، وبعد كده احط شويه ملح. الملح بقى زي ما انت عايزه، ظبطي الشوربه بتاعتك انتي. وهرجع اقلبهم في بعض تاني كده زي ما انتم شايفين. اهي كده شكلها اهي. طبعا ما اقدرش اقول لكم الريحه عامله ازاي، ريحتها حلوه جدا. بعد كده بعد ما حطيت البهارات والحاجه هغطيها بقى شويه. طبعا انا بقى هفتح عليها دلوقتي تاني بعد ما سبتها مع البهارات شويه والخضار. هحط عليها بقى ليمونه كده بالشكل ده، هعصر عليها نص ليمونه كده كفايه. انا بحب احط الليمون في الاسماك والحاجات اللي زي دي، بيديها طعم حلو جدا وبيشيل ريحه الزفاره كده. بعد كده بقى هحط بقى شويه ميه بشويه كده، اعمل بقى الشوربه بتاعتي. ميه مغليه، انا غاليه ميه. وطبعا بقى بعد ما حطيت عليها الميه اللي انا غلياها هغطي عليها بقى دلوقتي قدامكم كده كده، وهسيبها بقى. هي بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه، ما بتاخدش وقت خالص. وبعد ما تخلص هوريها لكم. وطبعا زي ما انتم شايفين هي كده خلاص. هقفل عليها كده، استوت معايا. هقفل عليها وهرجع اوريكم. وزي ما انتم شايفين دي شكل الكابوريا بتاعتي بعد ما خلصت. شكلها وريحتها تحفه جدا. جربوها وقولوا رايكم ايه. ده بقى كابوريا كده بالشوربه، الشوربه بتاعتها حلوه جدا. يلا زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل. متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. ولو الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا مع السلامه.